من اسبوع كنت بقلب في الافلام اللي احنا كعلماء بنحب نشوفها وقت فراغنا، يعني لقيت الفيلم ده، وده فيلم متاخد من قصه حقيقيه لطفل اسمه ديفيد فيتر. انولد سنه 1971 بواحد من اندر الامراض على كوكب الارض، وهو السيفير كومبايند اميونو ديفيشنسي او نقص المناعه الشديد المشترك. وده مرض نادر جدا بيصيب تقريبا واحد من كل 50 ل 100 الف طفل مولود. المرض ببساطه معناه ان الشخص ما عندوش خلايا تي تهاجم الفيروسات ولا خلايا بي تصنع الاجسام المضاد، وده معناه انه بدون علاج الطفل هيموت. ولان ديفيد كان عنده اخ قبله مات بنفس المرض، فالاب والام قرروا يستعدوا من بدري، وبعد الولاده ب 20 ثانيه حطوه في فقاعه معقمه بالكامل، الاكل والالعاب والهدوم كل حاجه تتعقم بشكل شديد. فضل ديفيد على الحال ده لحد ما وصل 12 سنه بدون ما يلمس اي شخص حتى من اهله. بعد المده دي قرر الاطباء يعملوا له عمليه زرع نخاع عظمي من اخته، لكن للاسف العمليه نقلت له فيروس اسمه الاي بي في، وهو فيروس مش بيأثر على الاصحاء لكنه قاتل للي زي حالته، عشان بعدها يصاب بسرطان لمفاوي ويموت سنه 1984 على ايد امه اللي كانت اول مره تلمسه خارج الفقاعه. قصه ديفيد سمعت في العالم كله وكانت سبب في تطوير علاجات جديد زي العلاج الجيني وزراعه النخاع اللي بتدي امل حقيقي للاطفال المصابين بنفس المرض. في النهايه لو بتحب العلم زيي اعمل فولو وخلينا نكبر العيله. سلام.